انطلاق الطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تحمل على متنها 300 من أهم المسؤولين بدا متغطرسا منذ اللحظة الأولى، لكنها اختفت فجأة من على شاشات الرادار، ولساعات طويلة ظلوا يطيرون بلا وجهة قبل أن يجدوا أنفسهم فوق منطقة مجهولة لا تظهر على أي خريطة في العالم. كان المكان مظلما ساخنا تملؤه أصوات صراخ غريبة تشبه أصوات الجن. ماذا رأوا هناك؟ وكيف استطاع هذا السفر المروع أن يجعلهم يبكون ويخرون سجدا وينطقون الشهادة؟ كان المساء صافيا فوق إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية، وعلى المدرج كان يقف الطائر العملاق بوينغ سي سفن 10 جلوب ماستر المعدل بأحدث التقنيات الحربية يستعد للإقلاع. هدير المحركات كان يشق سكون الليل، بينما يتنقل عشرات الفنيين جيئة وذهابا يراجعون كل التفاصيل. في داخل الطائرة كان الغرور يملأ الأجواء، ضباط كبار ورجال استخبارات وعلماء بارزون يجلسون على مقاعد جلدية وثيرة لا تشبه مقاعد الطائرات العسكرية الأخرى، وكان على متنها 300 شخص معظمهم من أصحاب النفوذ والمسؤولين عن رسم خطط الحرب في الشرق الأوسط. قال الجنرال ليفاي وهو يحتسي قهوته من فنجان فضي: لا أصبر لأرى نتائج هذه المهمة، سيعرف العالم من هو سيد السماء. وانفجر الحاضرون ضحكا يتبادلون الحديث عن القوة وعن الأسلحة الجديدة وكيف ستجعل تقنياتهم أعداءهم عاجزين. أما في آخر المقصورة فكانت هناك شابة فلسطينية تدعى سارة تعمل مضيفة في الظل. كانت تمسك بين يديها مصحفا صغيرا تحرك شفتيها بالدعاء بصوت خافت: اللهم احفظني من شرهم وأظهر قوتك. لم تكن تعمل معهم عبثا، فإلى جانب حاجتها للمال لإعالة أسرتها الفقيرة كانت تجمع سرا معلومات عن جرائم أولئك المسؤولين الذين يتباهون أمامها. ارتفعت الطائرة في الهواء واخترقت الغيوم خلال دقائق، مستقرة على ارتفاع 40,000 قدم. وفي قمرة القيادة جلس القبطان إلياهو المعروف بمهارته يراجع البيانات. الطقس مستقر والأنظمة جميعها تعمل بصورة ممتازة، لكن وبعد قليل فقط ظهرت أول علامة خطر. بدأت الخطوط الخضراء على شاشة الرادار ترتجف بشكل غير معتاد، وكأنها فقدت القدرة على تحديد موقع الطائرة. قال مساعده وقد اتسعت عيناه: هذا غير ممكن، أنظمة تحديد الموقع اختفت، جميع إشارات الأقمار الصناعية توقفت. حاول القبطان الاتصال ببرج المراقبة: هنا 1300، نواجه عطلا كبيرا، نحتاج تأكيدا للاتجاه. لكن الرد كان صمتا تاما، لا شيء سوى طنين خافت أشبه بصوت من عالم آخر. المسؤولون في المقصورة بدأ الذعر يتسرب إلى وجوههم، الأضواء انطفأت لثوان ثم عادت، وصوت المحركات تحول إلى دوي منخفض مخيف. قال أحد العلماء بقلق: لماذا ندور؟ هذا ليس مسار الرحلة. أما سارة فقد نظرت عبر النافذة لترى السماء تتحول تدريجيا من الأزرق إلى السواد، غيوم كثيفة سوداء تشكل دوامة عملاقة تبتلع الطائرة. همست سارة مرتجفة: يا رب استر. بدأت الطائرة تهتز بعنف، انطلقت صفارات الإنذار في كل مكان. صرخ القبطان: ندخل عاصفة كهرومغناطيسية، لا مسار آمن، لا مخرج. صرخات ملأت المقصورة، ارتباك، ذعر، وبداية انهيار نفسي لأولئك الذين كانوا قبل دقائق فقط يتحدثون بغطرسة عن السيطرة على السماء. سقط ضابط كبير أرضا بعدما فقد توازنه. جلست سارة في مقعدها، أحكمت حزام الأمان وواصلت الدعاء. وبين كل هذا الارتجاج سمعت صوتا غريبا لم يسمعه أحد سواها، صوت أشبه بالهمس يأتي من بعيد: أظهر آياتي للمتكبرين. ارتعش جسدها وشعرت أن شيئا غير طبيعي يقترب. اندفعت الطائرة نحو السحابة السوداء،
على شاشة الرادار ظهرت أرقام ورموز عشوائية، كأن الأجهزة تعجز عن قراءة الواقع. تغير لون السماء من الأسود إلى الأحمر الداكن، وكأنها محاطة بنار تمتد على الأفق، ومضات بيضاء بلا صوت تصيب الركاب بالهلع. صرخ القبطان وهو يحاول السيطرة على الطائرة: هذا غير منطقي، الأجهزة لا تفهم ما تراه. وكانت الطائرة تتجه نحو مكان لا يظهر على أي خريطة ولا ينتمي لعالم البشر. انهارت جميع الأجهزة في قمرة القيادة. لم يعد مقياس الارتفاع يظهر شيئا، بينما كان مساعد الطيار المبلل جبينه بعرق بارد يحاول يائسا التواصل مع برج المراقبة عبر جهاز لاسلكي احتياطي، لكن ما سمع لم يكن سوى ضجيج مشوش تختلط به همسات غامضة تأتي من مكان بعيد. ساد الهلع قمرة القيادة، وامتلأت الطائرة بجو من الاضطراب. المسؤولون العسكريون الذين كانوا قبل دقائق يتفاخرون ويضحكون تمسكوا الآن بمقاعدهم بقوة، وبعضهم أخذ يصرخ بهستيريا. صاح أحد الضباط: هذا تخريب، إنها مؤامرة، بينما بدأ آخرون يتبادلون الاتهامات ويتشاجرون. لكن فجأة خيم الصمت، ذلك عندما انكشف أمام النوافذ منظر مرعب لم تره عين بشرية من قبل. تحت الطائرة امتد عالم مجهول، أودية واسعة تجري فيها أنهار من النيران، وجبال شاهقة تقذف لهيبا متفجرا، وسماء بلون الدم، وكأن العالم كله قد اشتعل. ومن مكان بعيد كانت تصل إلى مسامعهم صرخات حادة تماثل أصوات آلاف البشر يتعذبون عذابا يفوق الخيال. غطت سارة المضيفة الشابة عينيها، وانهمرت الدموع على وجنتيها. همست بصوت مرتجف: أستغفر الله يا رب، أين نحن؟ لا تمتني على هذا الحال. اقترب أحد العلماء وهو رجل معروف بإلحاده الصارم من النافذة، وقد شحب وجهه تماما. تمتم وهو يرتجف: هذا يشبه الجحيم. وفجأة دوى في السماء صوت هدار مرعب سمعه كل من في الطائرة، صوت عميق يقول: هذا جزاء ما سفكتم من دم وما نشرتم من فساد في الأرض. تجمد الركاب في أماكنهم، البعض وضع يديه على أذنيه، وآخرون بكوا بصمت كالأطفال. أما القبطان إلياه، الرجل القوي الذي لم يعرف الخوف قط، فقد بدأ يفقد السيطرة. يداه ترتجفان وهو يحاول تثبيت الطائرة. يجب أن نخرج من هنا، هذا ليس عالمنا. لكن الطائرة لم تكن تستجيب، كانت تسحب بقوة مجهولة نحو ممر ضيق بين صخرتين سوداوتين تتحركان وكأنهما كائنات حية تحدقان بالطائرة بعيون حمراء متوهجة. تحول الخوف إلى هستيريا. ركع جنرال عجوز في 60 من عمره في الممر، ووضع رأسه بين يديه وهو ينتحب: يا رب اغفر لي، قتلت الكثير من الأبرياء، يا رب اغفر لي. حاولت سارة أن تهدئ أنفاسها، ثم قالت بصوت مرتجف ولكنه حازم: توبوا إلى الله، اطلبوا المغفرة، هو وحده قادر على إنقاذنا. لكن كثيرين رفضوا كلامها. صرخ عالم آخر وقد ارتجف صوته رغم محاولته التماسك: إنها خدعة بصرية، هل تفهمون؟ مجرد وهم. وقبل أن يكمل كلامه اهتزت الطائرة بقوة هائلة، كأن يدا ضخمة أمسكت بها، ثم دوى انفجار عنيف واختفت الأضواء تماما. سادت ظلمة كثيفة لا يرى فيها شيء، وكانت الومضات القادمة من اللهيب خارج الطائرة تضيء الوجوه الخائفة بشكل متقطع. وفي وسط الظلام عاد ذلك الهمس، هادئ لكنه يخترق النفس: استغفروا قبل أن يفوت الأوان. انفجرت سارة بالبكاء وهي تمسك مصحفها الصغير بقوة: يا الله اهدهم وأنقذنا. بدأت الطائرة تهوي شيئا فشيئا، تشق طريقها عبر طبقات من الهواء الحارق. ارتفعت الحرارة في المقصورة بسرعة، وبدأ الركاب يختنقون. سقطت أقنعة الأكسجين تلقائيا،
لكن حتى الأكسجين لم يعد كافيا. خارج الطائرة ظهرت مخلوقات ضخمة سوداء ذات أجنحة ممتدة تحلق حولهم بعيون مشتعلة وكأنها تنتظر لحظة ما. أصوات الصراخ أصبحت أوضح، صرخات تشبه صرخات أناس تحرق أرواحهم. صرخ القبطان إلياه بصوت مبحوح: من أنتم؟ ماذا تريدون منا؟ لكن لم يأتي أي جواب. لم يكن هناك إلا النار والدخان والظلام يبتلعهم شيئا فشيئا. وصلت الطائرة الانزلاق وكأنها عالقة في مكان بلا زمن بلا اتجاه. السماء خارج النافذة تدور بلون أحمر قاتم كدوامة جهنمية تلقي أضواءها المخيفة داخل المقصورة. الصرخات باتت تمزق الأذان. بعض الركاب أغلقوا آذانهم وبعضهم جلس متجمدا ينظر أمامه بلا وعي. أما القبطان فقد انهار تماما. كان يرتجف، يتنفس بصعوبة ويكرر بصوت مخنوق: هذا ليس عالمنا، لقد متنا، أو أن هذا هو النهاية. وقفت سارة وسط الظلام تمسك مصحفها وقالت بصوت متكسر ولكنه قوي: هذا ليس صدفة، هذا إنذار من الله، توبوا قبل أن تغلق الأبواب. نظر إليها أحد العلماء وهو أشهرهم إلحادا وبغضا للدين، وقد احمرت عيناه من الرعب والصراخ، وقال: اخرسي، لا يوجد إله هنا. ولكن صوته لم يكن يحمل شيئا من قوة الإلحاد، بل ارتجاف رجل يرى أمامه ما كان ينكره طوال حياته. صرخ أحد العلماء بتحد مرتجف: إنه مجرد ظاهرة طبيعية. لكنه لم يتم جملته. فجأة امتلأ الفضاء بصوت جبار عميق سمعه كل من على متن الطائرة، صوت لا يشبه أصوات البشر، يهز الأرواح قبل الأجساد. هذا جزاء من يسفك الدماء ويخرب البيوت ويؤذي الأطفال الأبرياء. كان الصوت يأتي من كل الجهات، كأن السماء والأرض ترددانه معا. ارتجفت القلوب وانفجرت الصرخات، وانحنى الركاب برؤوسهم إلى الأسفل. بعضهم ضم ركبتيه إلى صدره وبكى كطفل ضائع. وفي وسط ذلك سقط جنرال في 50 من عمره، اشتهر بقسوته ووحشيته، على ركبتيه، وانهمرت الدموع على وجهه الشاحب. هتف وهو ينتحب: أنا قتلتهم، الأطفال، النساء، الأبرياء، يا رب اغفر لي. كان صوته مكسورا ويداه ترتعشان كيدي طفل خائف. نظرت إليه سارة بعينين امتلأتا بالدموع وهمست: إن الله رحيم، استغفره، قل لا إله إلا الله. لكن القلوب لم تتساوى في الانكسار، فبعض المسؤولين العسكريين ظلوا متمسكين بعنادهم. صرخوا يأمرون الطيار بالبحث عن مخرج، ينكرون كل ما يحدث. وكلما ازداد تمردهم ازداد ارتجاج الطائرة، وكأن قوة غيبية ترد على كبريائهم. خارج النوافذ راحت ظلال سوداء ضخمة تحلق حول الطائرة، كائنات سوداء كأنها الملائكة الحارسة بعيون حمراء حادة تشع غضبا. وكانت الصرخات القادمة من الأعماق تزداد وضوحا، تضغط على صدور الركاب حتى كادت أن تحطمها. ومع أن الرعب يملأ المكان، شعرت سارة بطمأنينة غريبة. أغمضت عينيها وبدأت تتلو بصوت مرتجف لكنه ثابت من القرآن الكريم، سورة الطلاق. اخترق صوتها أعماق الطائرة، وبدأ بعض الركاب يبكون من جديد، لكن هذه المرة كان بكاء الندم. الجنرال ليفاياك الذي كان قبل الرحلة رمزا للغرور أمسك رأسه بين يديه وصاح: أسمعهم، أصوات الأطفال الذين أمرت بقتلهم. اقتربت منه سارة بهدوء، وضعت أمامه مصحفا صغيرا وقالت: استغفر، الله غفور رحيم، قل الشهادة. رفع رأسه إليها والدموع تملأ عينيه، ثم قال بصوت يرتجف: لا إله إلا الله. كانت الكلمات كالسهم تخترق صمت الطائرة، وتبعه آخرون، فبدأ الركاب ينخفضون على ركبهم واحدا تلو الآخر يطلبون رحمة الله. تحولت الطائرة من ساحة فزع إلى محكمة توبة.
لكن كان هناك من ما زال يقاوم. ذلك العالم الملحد نفسه صرخ متحديا: إن كان هذا فعل إله فليظهر معجزته، فلينقذني. ضرب المقعد بقبضته، وفورا اهتزت الطائرة بعنف شديد، وكأنها ردت على جرأته المتعجرفة. وفجأة أضاء ضوء شديد قرب الجناح الأيسر، فصرخ الجميع: تعالت التحذيرات، نفد الأكسجين، ارتفعت الحرارة كأنهم في فرن مشتعل. ثم عاد الصوت رقيقا هذه المرة، لا يسمعه إلا من لانت قلوبهم: استغفروا، أغفر لكم. أمسكت سارة المصحف بقوة، وهي تدرك أن ما يحدث ليس رحلة عادية، بل اختبار للإيمان لن ينجو منه إلا من خضع لله. والطائرة تواصل السقوط، تحمل على متنها 300 روح بدأت تدرك حجم قوة الله التي لا تقهر. كانت السماء من حولهم حمراء كالجمر، والمحركات تئن، والأنوار تومض كما لو أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة. الخوف تحول إلى يأس، والناس بين باك وصامت ينتظر النهاية. جلست سارة تضم مصحفها المبلل بدموعها تتمتم: يا الله، اهدهم وأنقذنا وألف بين قلوبهم. وفجأة ظهر خارج النافذة شعاع أبيض خافت في البداية كنجمة بعيدة، ثم أخذ يكبر ويقترب، ينشر نورا باردا يخفف حرارة المقصورة. بدأ الاختناق يزول، وتنفس الجميع هواء لطيفا. هتف أحد الركاب بصوت مرتعش: انظروا، نور! اتجهت كل الأنظار نحو النافذة. كان الضوء يحيط بالطائرة برفق، كأن يدا سماوية تضمها. ثم دوى صوت جميل عذب يتلو آيات القرآن بلا مكبرات ولا أجهزة. سورة الزمر، الآية 53. وانفجرت الطائرة بالبكاء، لكنه لم يكن بكاء الخوف، بل بكاء العودة. شاب عسكري كان قبل دقائق يصرخ رافضا للصلاة، سقط الآن على ركبتيه وقال بصوت مخنوق: لست أهلا، لكن دعني أعود إليك يا ربي. اقتربت منه سارة وقالت: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. رددها ودموعه تتساقط على بزته العسكرية: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ركع الركاب واحدا تلو الآخر، والصلاة التي كانت تعج بالصراخ قبل قليل امتلأت الآن ببكاء التائبين ومناجاتهم للغفور الرحيم. بدأ الركاب ينصتون للتلاوات والهمسات السماوية، وأصبحوا يكررون كلمات الاستغفار وهم يطأطئون رؤوسهم بخشوع لم يعرفوه من قبل. أما القائد إلياه الذي كان منذ بداية الرحلة يحاول السيطرة على الطائرة، فقد أرخى يديه عن المقود تماما، وانفجر باكيا حتى ارتجفت كتفاه. قال بصوت مبحوح متقطع: لم أؤمن يوما، رفضت كل إنذار، يا الله اغفر لي. ثم نطق الشهادة بصوت سمعه كل من في الطائرة، فتوقفت الأنفاس وعم سكون ريفرنس. كان الضوء السماوي يزداد إشراقا، فيما الطائرة التي كانت ترتجف بعنف قبل قليل أصبحت الآن تحلق بسلاسة عجيبة، كأن قوة رحيمة تحملها بين كفيها. والتلاوة المباركة تواصلت، فامتد سكون وطمأنينة في صدور الركاب لم يشعروا بها منذ سنوات طويلة. غلبت الدموع سارة وقالت بصوت مرتجف: سبحانك يا رب، ما أرحمك. وبدأ الركاب يعانقون بعضهم بعضا، يعتذرون، يبكون، يعترفون بذنوبهم، ويعدون أنفسهم بأن يصلحوا حياتهم إن كتب لهم الرجوع إلى عالم البشر مرة أخرى. كان المشهد خارج النوافذ يتبدل. السماء الحمراء القاتمة بدأت تبهت تدريجيا، وظهر لون أزرق بعيد يشق طريقه عبر العتمة، كأن فجرا جديدا يولد بعد ليلة طويلة. لكن ظل الصوت الرباني يعود إليهم قائلا: توبوا توبة صادقة، فطريق العودة لا يفتح إلا لمن صدق في توبته. ساد صمت مهيب، لم يسمع سوى البكاء الخافت وأصوات الدعاء تتردد بخشوع. جلست سارة قرب النافذة تنظر إلى العالم الغريب وهو يتلاشى شيئا فشيئا.
وكانت تعلم في أعماق قلبها أن ما حدث لهم ليس عقابا فقط، بل رحمة تنقذ القلوب الضائعة وتعيدها إلى الطريق المستقيم. بدأ الضوء الإلهي يخفت، لكن السكينة التي تركها لم تختف. ولأول مرة منذ سنوات شعرت 300 نفس داخل ذلك الحديد الطائر بسلام حقيقي لم يعرفوه قط. عاد لون السماء طبيعيا، وبدأت الأجهزة في قمرة القيادة تعمل من جديد. قال المساعد بصوت مكسور: الرادار عاد، نحن على المسار الصحيح. هز القائد إلياه رأسه بخضوع قائلا: ليس نحن، بل هو الذي أعادنا. وفي المقصورة اختفت الأصوات المتعالية، والوجوه المتكبرة أصبحت خاشعة. لست أنا، هذه إرادة الله، نحن عباده الضعفاء. بعد دقائق جاء صوت المراقب الجوي من جهاز الاتصال: هنا برج المراقبة، طائرتكم 1300 تم رصدها في الممر الآمن، استعدوا للهبوط. بدأت الطائرة تهبط ببطء، ومن النوافذ رأوا المدرج، لكنه بدا مختلفا، كأنه ليس مكان هبوط بل مكان ولادة جديدة. وحين لامست العجلات الأرض انفجرت الدموع من أعين الجميع. كان البكاء هذه المرة من الشكر، من النجاة، من اليقين. فتح القائد إلياه باب القمرة وسار إلى منتصف الممر، ونظر إلى الركاب بعينين حمراوين وقال: من هذا اليوم لست الرجل الذي كنته، سأقضي ما تبقى من عمري للحق لا للحرب. هز الركاب رؤوسهم موافقين، بعضهم يبكي وبعضهم يصلي. وحين فتحت أبواب الطائرة استقبلهم ضوء الشمس، لكن لم يكن هناك تصفيق أو صراخ، بل همسات خاشعة لأناس ولدوا من جديد وقد وجدوا الإيمان. خرجت سارة أخيرا من الطائرة، وكانت آخر من وطأت الأرض. نظرت إلى مدرج الهبوط الذي بدا لها في تلك اللحظة مكانا مقدسا، وكأن نورا خفيا ظل يرفرف فوقه. وفي أعماق قلبها دعت بصوت خاشع: يا الله، ثبت إيمانهم، لا تدع قلوبهم تعود إلى الظلام بعدما أنعمت عليها بالنور. ومنذ ذلك اليوم تغيرت حياة 300 مسافر كانوا على متن تلك الرحلة تغيرا كاملة. تركوا مناصبهم وخلعوا رتبهم العسكرية وتنازلوا عن نفوذهم. عاد بعضهم إلى أهله يطلب السماح، واتجه آخرون إلى مخيمات اللاجئين ليكفروا عمن فعلوه، بينما غرق آخرون في دراسة القرآن، يقرؤون ويحفظون ويبكون. حاولت وسائل الإعلام الدولية معرفة حقيقة ما حدث فوق السماء، لكن أحدا منهم لم يشأ كشف التفاصيل. كانوا جميعا يجيبون بجملة واحدة: كنا تائهين لكن الله وجدنا. وفي مسجد صغير على أطراف المدينة كان القبطان إلياه يجلس متربعا يقرأ القرآن بصوت خافت، وكلما نطق آية انحدرت دموعه بحرارة. أما سارة المضيفة البسيطة التي كانت شاهدة على المعجزة فقد أصبحت دليلا حيا على قدرة الله في هداية عباده. لقد أدرك الجميع أن ما حدث لم يكن صدفة، بل إنذارا ورحمة غيرت مسار حياتهم إلى الأبد. الأيام التي تلت ذلك الحدث بدت كأنها حلم بعيد. الطائرة التي حملت 300 مسؤول عسكري إسرائيلي عادت بسلام، لكن أحدا منهم لم يعد كما كان. لم يعودوا متكبرين ولا قساة القلوب، بل أرواحا منكسرة أمام عظمة الله. وكان أول من أفشى السر هو القبطان بعد طول صمت. في مقابلة مؤثرة قال، والدموع تملأ عينيه: لم نضل في الجو فقط، بل ضللنا عن طريق الحق، وبرحمة الله وحده عاد الطريق أمامنا. الحرب لم تعد فخرة، بل ندما ورغبة في التكفير. هزت كلماته الإعلام العالمي، وانتشرت الأخبار عن إسلام مئات المسؤولين العسكريين كالنار في الهشيم. ظن البعض أنها شائعات، وحاول آخرون إخفاء الحقيقة، لكن مقاطع فيديو سرية من داخل المساجد بدأت تنتشر. ضباط يرتدون ملابس بسيطة يبكون وهم يقرؤون القرآن. سارة اختارت الابتعاد عن الأضواء، وكرست حياتها لتعليم الأطفال القرآن في مدرسة صغيرة.
كان الناس يأتون إليها ليسمعوا القصة، فتقول في كل مرة: الأمر ليس عني، بل عن عظمة الله، وكيف يبدل قلبا مهما قسى. وبدأ القادة السابقون حياة جديدة، زاروا مخيمات اللاجئين التي دمروها يوما، بنوا مدارس وآبارا وعيادات، كانوا يبكون عندما يرون الأطفال الذين تأذوا في غزة بسبب قراراتهم القديمة. اقترب طفل في 7 من أحد الضباط السابقين وسأله ببراءة: هل ستطلقون النار علينا مرة أخرى يا عم؟ لم يستطع الرجل سوى البكاء، ثم احتضنه بقوة قائلا: لا يا بني، جئنا بسلام لا بسلاح. انتشر الخبر في العالم، وارتجت العقول أمام السر العجيب لهذه الرحلة. حاولت الحكومات إخفاء الحقيقة، لكن التغيير كان أقوى من أن يحجب. ازداد فضول الناس حول الإسلام، امتلأت المساجد في مختلف البلدان بوجوه جديدة تبحث عن الضوء، وكثير من أولئك 300 أصبحوا دعاة ومعلمين يحملون رسالة السلام إلى العالم. تغير اسم القبطان إلياهو إلى علياهو، وأصبح يدعى لإلقاء محاضرات في دول كثيرة، وكان يختم كل محاضرة بقوله: لا تنتظروا العاصفة كي تبحثوا عن النور، النور قريب دائما، فقط افتحوا قلوبكم له. وأما سارة التي ترتدي الحجاب الآن، فكانت تقول وهي تتذكر اللحظة التي احتضن فيها الضوء الطائرة: لم يكن ذلك خوفا، بل كان عناقا من محبة الله ينادينا لنعود إليه. لم يعد أحد من الركاب إلى حياته الأولى، اختاروا جميعا طريق الهجرة والزهد وخدمة الآخرين. وفي كل ليلة حين ينام العالم يقومون سجدا باكين، يذكرون أنفسهم باليوم الذي كاد فيه العذاب أن يبتلعهم قبل أن تنقذهم هداية الله. وهكذا بقيت القصة شاهدا خالدا على أن رحمة الله قد تنزل في أي لحظة وعلى أي قلب مهما اشتد قسوته. فالغرور والظلم يصنعان الخراب، بينما التواضع والتوبة يصنعان السلام. ولا تؤجلوا التوبة، فباب الرحمة مفتوح دائما لمن أراد الرجوع.